هتعملي ايه لو عرفتي ان صاحبة عمرك اللي ملكيش غيرها اصحاب عاملالك سحر عشان تهد حياتك كلها؟ ايوه زي ما سمعتوا كده. تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهارده. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل. راحت تبيع الحزام اللي جايبه لها صاحبة عمرها، اكتشفت ان صاحبتها حطلها فيه عمل علشان ما تخلفش وعشان تتطلق من جوزها، وقعدت 20 سنة ما بتخلفش. ابتدت القصة لما جواهرجي نزل الفيديو على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وحكى القصة وقال: مرت عليا حكاية أغرب من الخيال، وأول مرة في حياتي تمر عليا حكاية بالشكل ده. قال: في يوم من الأيام وأنا قاعد في المحل دخلت عليا واحدة ست ومعاها جوزها، شكلهم محترمين وولاد ناس وشيك جدا. الست كان معاها حزام فضة شكله جميل جدا، وقالت لي: أنا عندي مشكلة كبيرة جدا ومحتاجة مبلغ كبير، وعلى عيني إني أجيب الحزام علشان أبيعه، وأنا مش عايزة أبيعه ولو حتى بمال الدنيا كله، لأن اللي جايبهولي صاحبة عمري. رديت عليها وقلت لها: شكلك بتحبيها قوي. قالت لي: فعلا دي صاحبة عمري. رد عليها الراجل وقال لها: ربنا يخليكوا لبعض. قال لها: طب انتي زعلانة ليه؟ قالت له: انا بقالي 20 سنة ما بخلفش ومحتاجة مبلغ كبير جدا علشان اعمل عملية، ومفيش قدامي غير اني اتصرف في الحزام. رديت عليها وقلت لها: ربنا يعوض عليكي ومعاكي راجل محترم، ربنا يجعله سند وظهر ليكي بعد ربنا. قالت له: طب ينفع ان احنا نرهن الحزام لان انا مش عايزة ابيعه؟ لما شفتها، الراجل بيقول: لما شفتها متأثرة وزعلانة والحزام غالي عليها لأنه من صديقة عمرها، قلت لها: أنا هاخد منك الحزام بنظام المراهنة، ولكن لما تيجي تردي الفلوس هتشتريه عادي كأنك بتشتريه لأول مرة، لأن ده أكل عيشي. قالت له: تمام، أنا موافقة جدا، ما عنديش أي مشكلة. والست لأن محتاجة إنها تعمل العملية لأن بقالها 20 سنة ما بتخلفش، كان لازم تتصرف بأي شكل. الراجل بيقول: وانا باخد الحزام منها، الحزام شكله جميل جدا، لكن حسيت ان في تقل غريب جدا جدا من عند التوكة بتاعت الحزام، تقل ما يناسبش حجم الحزام نفسه. رحت قلت لها: شكلك كده مدام حاطه حاجه في الحزام علشان يوزن. قالت له: والله ابدا، انا مش حاطه فيه حاجه ولا اعرف انه بيتفتح او ما بيتفتحش اساسا. الراجل بيقول في قصته انه فتح الحزام من عند التوكة واكتشف حاجة غريبة جدا جدا. اكتشف ان الحزام مليان طلاسم، ومعمول عمل للست صاحبة الحزام بان هي ما تخلفش وبانها تتطلق، وبان اللي عامل العمل ده بيحب جوز الست دي او بتحب جوز الست دي بشكل غير طبيعي، واللي عامل العمل عامل لها العمل عشان ما تخلفش وعشان تتطلق. واللي عامل العمل ده، المفاجأة الكبيرة اللي خلى الست وقعت من طولها، هي صديقة عمرها، كانت عاملة لها العمل علشان ما تخلفش وعشان تتطلق وتهدم حياتها في نفس اللحظة اللي بتديها فيها الهدية، وهي بتدعي لها بصلاح الحال ودوام السعادة في حياتها. الست وقعت من طولها وانهارت. الراجل بيقول: كان أول مرة في حياتي تعدي عليا حاجة زي كده، وأول مرة في حياتي أشوف المنظر ده. متخيلين يعني ايه صديقة عمري تلجأ للسحر والأعمال عشان تهدم حياتي عشان هي عايزة تاخد مني جوزي؟ متخيلين ان الناس اللي بتاكل معانا عيش وملح وبتاكل معانا في طبق واحد وممكن يناموا معانا في فرشة واحدة ممكن يعملوا معانا كده؟ وده ان دل على شيء يدل على ان مفيش امان، مفيش حاجة اسمها عيش وملح وصاحبة عمري وصديقتي، مفيش حاجة اسمها لا فلانة دي مستحيل تعمل معايا كده، مفيش الكلام ده. الأمان في الله وحده سبحانه وتعالى، مش في البشر. الثقة في الله وحده مش في البشر. مفيش حاجة اسمها فلان لا ده ما يخونش العيش والملح، مفيش حاجة اسمها كده. كل حد متوقع منه أي حاجة في وقت صعب الناس فيه كلها بعيدة عن ربنا وفتن الدنيا مالية الحياة. خلوا بالكم من نفسكم، ودي قصة وعبرة حقيقية نزلت على مواقع التواصل الاجتماعي والفيديو كان منتشر جدا. يا ريت كلنا نخلي بالنا، مفيش حاجة اسمها صاحبتك ممكن تغير منك، ممكن تحسدك على حاجة في ايديكي، ممكن تكون الحاجة دي هي اقل بكتير من اللي عندها لكن هي بصالك فيها.
ممكن انت تبقي بتقدمي الخير بسلامة نية لصاحبتك دي، وهي من وراكي تبقى حاقدة عليكي وبتغير منك او باصه لاي شيء في ايديكي وحاسداكي عليه. اقفلي على حياتك، ما تدخليش حد بيتك، ما تدخليش حد حياتك، ما تقوليش اسرارك لحد، ما تدخليش حد بيتك وتقولي لا ده الا دي. كلمة الا دي شيلوها من القاموس خالص. كلمة الا ده ملهاش وجود. كله متوقع منه اي حاجة في وقت الفتن فيه بقت مالية الدنيا ومالية الحياة، والناس فيه بعيدة عن ربنا بشكل غير عادي. ما بقاش في حاجة اسمها ده فلان بيصون العيش والملح، وده فلان مستحيل يعمل فيا كده، ولا دي صاحبتي ما تعملش فيا كده ولا تغدر بيا. كل الكلام ده شيلوه. كل الكلام ده شيلوه من قاموس حياتكم. الثقة في الله وحده، والأمان في الله وحده، وأسرارك وحياتك احكيها لربنا، ما تحكيهاش لأي حد تاني، وحافظي على حياتك واقفلي على بيتك. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.